بص، انا عارف ان انا ممكن اتشتم في الكومنتات، بس اتمنى ان انت تشوف الحلقه للاخر وبعد كده تحكم. ولو هتسيب كومنتات شتيمه يعني يا ريت بس نحافظ على شعور بعض يعني شويه. في ناس كتير بتمجد في بيتسو موسيماني، ولما اي مدرب يجي بعد موسيماني يفشل يظهر علينا بعض جمهور النادي الاهلي يقول لك رجعوا بيتسو موسيماني تاني. الموضوع وصل لدرجه ان في ناس بتطالب باقاله حسام حسن علشان بيتسو موسيماني هو اللي يقود مدير فني منتخب مصر خلفا لحسام حسن علشان يدير المنتخب فنيا في كاس العالم. وهنا خلاني اعمل حلقه دسمه جدا اتكلم فيها على الموضوع ده واطرح سؤال مهم جدا: هل موسيماني اسطوري فعلا؟ نتكلم في الموضوع ده بعد الانترو. خلينا اخدك لرحلة طويلة نعتمد فيها على الذاكرة الكروية الشديدة شوية، واللي هنقول فيها بعض التفاصيل تقريبا محدش اتكلم فيها. عايزك ترجع معايا للزمن كده ليوم 6 ابريل 2019، المباراة اللي كانت ما بين الاهلي وصن داونز في ملعب بروتوريا. المدير الفني للنادي الاهلي وقتها كان مارتن لاسارتي، والمدير الفني لصن داونز كان بيتسو موسيماني. بس هنا بقى صدمة ان مش بس ان الاهلي خسر، لا ده اظهر ان هو دفاع هش جدا وهجوم تقريبا ما جاش، وخسر 5-0. نتيجة كبيرة جدا تقريبا من النوادر انها تحصل مع النادي الاهلي. وقتها الكل طلع يبرر وقال اصل الشمس، اصل الحر، اصل المية، اصل. وكل ده كانت تبريرات علشان خاطر ان الاهلي وبمديره الفني ما كانش جاهز اصلا الماتش. وده مارتن لاسارتي اللي كان معروف عنه التغييره العظيمه بتاعته ان هو ينقل لك رمضان صبحي وحسين الشحات يبدلهم من اليمين للشمال والشمال لليمين. بس الفكره بقى هنا، واللي مركز في تفاصيل الماتش ده كويس جدا، هتلاقي ان صن داونز تقريبا ما كانتش بتلعب كره على الارض. كان اكتر حاجه مميزين فيها ان هما بينقلوا كور عابره للثلاث خطوط من ورا لقدام. هيجي واحد متابعته للكره مش قد كده هيجي يسالني يعني ايه كوره عابره للثلاث خطوط؟ هقول لك يعني لو الكوره تحت رجل مدافع او حارس المرمى قرر ان هو هيلعبها لمين؟ مش هيلعبها لمدافع زميله ولا هيلعبها لحد من خط النص، لا ده هو هيلعبها للمهاجم او الوينج. ودي الكوره اللي بيقولوا عليها العابره للثلاث خطوط. وخلي بالك من النقطه دي علشان هنتكلم فيها كتير. المهم الاهلي خسر من صن داونز 5، ومباراه العوده انتهت بنتيجه 1-0 وانتهى الموضوع على كده. هتيجي تسالني الاهلي بالمستوى الهزلي ده خسر الدوري المصري؟ هقول لك لا، الاهلي كسب الدوري المصري بفرق 8 نقط عن اقرب منافس ليه اللي هو نادي الزمالك، ودي نتيجه مقبوله مش وحشه، خصوصا ان في منافس جديد ظهر في الساحه مؤخرا اللي هو نادي بيراميدز اللي هو كان اسمه الاسيوطي قبل كده. بيراميدز ده عنده القدره ان هو يقرف لعيبه الاهلي والزمالك في ان هو ياخد منهم نجومهم ويضيف عليها محترفين، لا وزود فوق كل ده بياخد نقط من الاهلي والزمالك اللي هو فريق رخم. فالنادي الاهلي كسب دوري، لكن بسبب ماتش صن داونز تم اقاله مارتن لاسارتي، وقعد النادي الاهلي فتره من غير مدير فني لغايه اما تعاقدوا مع ريني فايلر المدير الفني السويسري. ريني فايلر استلم الفرقه هشه، معنوياتها في الارض، مستحقاتهم منخفضه، وده نظرا للماتش بتاع صن داونز. تاثيرك عالي قوي يا موسيماني. ريني فايلر لعب اول ماتش كان ماتش السوبر ما بين الاهلي والزمالك وكسب الاهلي 3-2. معنويات لعيبه النادي الاهلي ارتفعت للسماء. من هنا ريني فايلر قدر ان هو يظبط الفرقه ويلعب بشكل تكتيكي قوي جدا، وكل ده في وقت قليل، لدرجه ان اي فرقه لما بتيجي بتلعب الاهلي بيعرف يجاريها كويس جدا، بيلعب كره على الارض. وكان الاهلي شرس جدا قدام اي خصم، سواء بقى اذا كان في الدوري المصري او في دوري ابطال افريقيا. فريني فايلر لعب مع النادي الاهلي 42 مباراه، كسب 33 مباراه وتعادل في 7، وخسر في مباراتين فقط. وعلى فرض ان المباراتين اللي هو خسر فيهم كان قدام النجم الساحلي والزمالك. الخساره اللي قدام النجم الساحلي كان معروف عنها ان في شبهه تحكيميه فاسده، اللي هو طرد ايمن اشرف في الدقيقه 13 عشان الاهلي لعب 10 لعيبه من الدقيقه 13 لنهايه الماتش. والمباراه الثانيه اللي هي مباراه الزمالك واللي يعتبر الخساره الوحيده للاهلي في الدوري في الموسم ده، واللي علشان افكرك بيها اللي فيها حركه التمويه بتاعه الاوفسايد اللي عملها مروان محسن دي اللي ضحكت الناس عليه يعني. هتيجي تقول لي طب انت نسيت مباراة الزمالك اللي هي بتاعت السوبر، انت نسيت ان انت تقول ان دي المباراة دي خسرها ريني فايلر. هقول لك ان المباراة دي انتهت بركلات الترجيح، فما تعتبرش ان هي خسارة للنادي الاهلي، لا بيعتبر تعادل اصلا. وده مش كلامي، ده كلام الفيفا. وعلى ذكر التعادل، ريني فايلر اتعادل في 7 ماتشات، منهم ماتش الزمالك اللي انا لسه قايل لك عليه ده، بالاضافة الى ان الاهلي لما قابل صن داونز مرة تانية لعبوا في بريتوريا وتعادل معاه 1-1. ده غير التعادل بتاع بلاتينيوم ستارز والهلال السوداني، ودول تعادلين بره ملعبه في دوري ابطال افريقيا. وتعادل كمان مع الاتحاد السكندري والانتاج الحربي ومصر المقاصة.
يعني احنا بنتكلم في فرق رخمه. فانا دلوقتي رصيت لك كل الماتشات اللي يعتبر ان فايلر اتعادل فيها. فالتكتيك بتاع فايلر كان بيلعب كرة على الارض، بيجبر المنافس ان هو يدخل لمنطقه ال 18 بكل الطرق الممكنه، وكان بيعتمد بشكل صريح على الجبهه الشمال بالكامل اللي كان بيلعب فيها على الخط رمضان صبحي وعلي معلول، وكان بينزل لهم فولس 9 مهاجم اللي هو جونيور اجاي، اللي هو من الاخر انا هدخل منطقه ال 18، يعني هدخل منطقه ال 18، ولو المنافس اللي قدام الاهلي قفلها ضبه ومفتاح فبيظهر واحد تاني بسلاح التسديد من بره ال 18 واللي هو عمرو السوليه. كلنا طبعا فاكرين هدفه في مرمى حرس الحدود اللي نهى الماتش بشكل كبير، اللي هو بالمناسبه طارق العشري هو المدير الفني لحرس الحدود، اللي هو يعتبر ابو الشغلانه بتاعت اي مدير فني بيلاعب الاهلي او الزمالك، يركن الاتوبيس في الثلث الاخير ويلعب على الهجمات المرتده. فالتمركز الدفاعي تحت ايد رينيه فايلر كان عالي جدا، مفيش حد كان بيتحرك من مكانه، وكل شيء كان لطيف جدا الى ان جاءت جائحه كورونا. بعدها على طول مشكله رمضان صبحي اللي هو مضى لبيراميدز. فلما رمضان صبحي مشي من النادي الاهلي كان قدام رينيه فايلر بلان بي، اللي هي بتعتمد على ايه بقى؟ ان جونيور اجاييه هو اللي يكون ناحيه الشمال مكان رمضان صبحي، ويسيب مكانه لمهاجم اللي هو مروان محسن. وتقدر تقول ان دي خطه لطيفه بس اضعف من الخطه اللي قبلها، لحد ما رينيه فايلر عقده انتهى ومقرر ان هو ما يجددش العقد بتاعه، والنادي الاهلي قرر توجيه الشكر لرينيه فايلر، وكلنا عارفين ليه طبعا، علشان خاطر موضوع مراته وجائحة الكورونا والكلام ده كله، علشان يعينوا مين بقى؟ بيتسو موسيماني. ومن هنا بقى بداية الحلقة الحقيقية. موسيماني كمل الدوري المصري اللي بدأه رينيه فايلر، واللي هو يعتبر رينيه فايلر مشي من النادي الأهلي وهو اساسا كسبان الدوري علشان يكمل المشوار الافريقي بالفوز بدوري ابطال افريقيا. موسيماني قابل فرقتين في 3 ماتشات، الفرقتين دول الوداد والزمالك. فمن الاخر عمل زي اي مدير فني، اللي هو لعب بنفس الاسلوب المدير الفني القديم مع اضافه تاتش بسيط شويه. التاتش البسيط اللي اضافه موسيماني هو ان الاهلي يلعب من اول ثانيه هجوم شرس، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده في وقت جس النبض يجي جون على السخان كده. يعني اي ماتش في اي فرقه افريقيه مرحله جس النبض بتاعتها من اول ربع ساعه لتلت ساعه، بعد كده الشغل التقيل. موسيماني كان بيلعب على الحته النفسيه اللي بتخلي اي فرقه بتقع معنويا بان هو يسجل في اول ربع ساعه، وده تفكير ذكي ما قلناش حاجه. يعني مثلا لو تفتكر ماتش صن داونز والاهلي اللي هو انتهى ب 5-0 لصن داونز، اول هدف جابته صن داونز كان في الدقيقه 15 اللي هو اول ربع ساعه. وفي ماتش الذهاب قدام رينيه فايلر اول هجمه كانت ممكن تيجي جون في اول 3 دقائق. ولما الاهلي واجه الوداد المغربي في كازابلانكا محمد مجدي قفشه سجل في الدقيقه الرابعه، وفي مباراه العوده في القاهره مروان محسن سجل في الدقيقه الخامسه. ونهائي القرن اول هجمه خطيره للنادي الاهلي كانت في الدقيقه السادسه، طلع منها كورنر، الكورنر ده جه منه الجول بتاع عمرو السوليه في الدقيقه السابعه. طب هتقول لي ما حلو اهو تكتيكيا، يعني المشكله في ايه بقى؟ تعال نوقف كلام عن الذكريات ونقول كلام حكم كرويه شويه. في مديرين فنيين بيبقى عندهم طريقه واحده ما بتتغيرش، وفي مديرين فنيين بيغيروا طريقتهم على حسب الامكانيات اللي تحت ايديهم اللي هي القماشه يعني. وفي مديرين فنيين بيلعبوا باسلوب يناسب نقط ضعف المنافس اللي هيلعبه، يعني بيذاكر المنافس كويس جدا وبيذاكر نقط الضعف وبيلعب عليها. اللي بيتبع الاسلوب الاول اللي طريقته واحده وما بتتغيرش تقريبا لما بيخرج من الفرقه اللي اتنجم من خلالها ما بيعرفش يروح يلعب مع اي فريق تاني، او لو راح فرقه بتلعب باسلوب مختلف عن الاسلوب بتاعه بيفشل معاهم. يعني على سبيل المثال حاول تتخيل دييجو سيميوني لما بيخرج من اتلتيكو مدريد علشان يروح يدرب فريق ريال مدريد او برشلونه او مانشستر سيتي او ليفربول او بايرن ميونخ. يا نهار ازرق، ده في قله ادب هتحصل للفرقه ذات نفسها، لان الفرقه بتلعب بعكس اسلوب المدير الفني ذات نفسه، فاستحاله يتولفوا على بعض اصلا. المهم نسيب الحكم ونرجع لخانات الذكريات. موسيماني اصلا بيتبع النوع ده من الاسلوب، اللي هو بيفرض اسلوب لعبه على الفريق اللي هو بيدربه ايا كان امكانيات الفريق ده ايه. واللي لو تفتكر في اول الفيديو لما حكيت لك على الكور العابره للثلاث خطوط بتاعه صن داونز، هو كان بيطبق الاسلوب ده برضه في النادي الاهلي. فتعالى نتكلم كده على تشكيل الموسم الاول
الاول لموسيماني مع النادي الاهلي، وانا بتكلم عن الموسم الاول اللي هو بعد مباراه نهائي القرن، هنلاقي ان التشكيل الاساسي الشناوي في حراسه مرمى، قلبين الدفاع ياسر ابراهيم وايمن اشرف، ومحمد هاني باك يمين وعلي معلول باك شمال، واثنين ديفندرات في النص عمرو السوليه وحمدي فتحي، وقدامهم الثلاثي حسين الشحات على اليمين ومحمد مجدي قفشه في النص واجاي شمال، والمهاجم محمد شريف. شايف لسه بقى الاسماء اللي انا كلمتك عليها دي كلها؟ تعالى بقى طبق معاهم فكره الكور العابره للثلاث خطوط، وكلمني عن الاربعه اللي قدام. هقول لك ان الاربعه اللي قدام كلهم قصيرين، مفيش حد فيهم عنده قدره الالتحام الهوائي او حتى يقدر ان هو يستلم كرات عاليه، فاللي هو الاربعه قصيرين، مين ممكن ان هو يستقبل الكرات العاليه دي في وسط غابه من المدافعين الطوال؟ فالكلام ده لو المنافس بيلعب دفاعي. طيب لو المنافس بيلعب دفاع متقدم، بيبقى في قدامهم مساحه ان هم يجروا ويلعبوا فنيات عاليه جدا ويباصوا ويشوطوا وشكرا. طب ولو فريق زي اي فريق في الدوري المصري مقفل الثلث الاخير في الملعب، مين اقرب واحد لمرمى المنافس يقدر ان هو يتعامل مع الكرات الهوائيه ويكون خطير بالتسديد براسه؟ هتلاقي حمدي فتحي اللي يعتبر اقرب واحد للجون اللي عنده خطوره براسه. هتقول لي مين غيره؟ هقول لك ايمن اشرف. طب هنقول السؤال بصيغه تانية مختلفه، مين اللي بيرفع الكوره؟ هقول لك علي معلول. بس كده كده محمد هاني على الله حكايته، فبالتالي انت ما عندكش الامكانيات اللي تخليك تلعب اللعب ده، فبدل ما تغيرها لا بتلعب دفاع متقدم، علشان اللي بيعرفوا يلتحموا بالراس هو حمدي فتحي وايمن اشرف وياسر ابراهيم، يعني يعتبر 3 من اصل 4 عندهم واجبات دفاعيه تقدر تعتمد عليهم في الكرات الهوائيه، علشان كده بتلعب دفاع متقدم. طب يا عم لو انت مصر على طريقه لعبك ماشي اوكي، اقترح اسماء ان هي ممكن تساعدك في التشكيل ده. في الفتره بتاعت موسيماني اهم 4 صفقات اتعاقد معاهم كان محمد عبد المنعم المدافع اللي يعتبر بيلتحم براسه بشكل كويس جدا، وعندك ميكيسوني وبيرسي تاو وبرونو سافيو. فاللي هو كده كده بيرسي تاو ماشي اوكي، يعني ماشي حاله، انما ميكيسوني سيء جدا، برونو سافيو بيقضيها في المستشفى اكتر ما بيقضيها في الملعب، ومحمد عبد المنعم اساسا ما كانش ترشيح من موسيماني، بل هو ترشيح من كارلوس كيروش اللي هو اساسا خده معاه منتخب مصر وتألق في كاس افريقيا في الكاميرون. وكل ده تمام لغايه اما اجي اقول لك هو استغنى عن مين؟ هو استغنى عن اليو بادجي اللي هو يعتبر مهاجم قوي بدنيا بيلتحم براسه كتير، علشان خاطر خلافات شخصيه ايام ما كان موسيماني كان هو مدير فني لصن داونز، واستغنى عن جيرالدو، بس جاب لك ميكيسوني مكان جيرالدو اللي هو اساسا جيرالدو كان ارحم. طيب وقت ما كان منتخب مصر كان بيلعب كاس افريقيا في الكاميرون، في لعيبه عندك ما تمش استدعائها دوليا وكانوا موجودين في النادي الاهلي وكانوا متاحين ان هم يتدربوا بشكل كويس جدا، فكان المفروض ان المدير الفني وقتها اللي هو بيتسو موسيماني يعمل لهم برنامج تدريبي يأهلهم ان هم يلعبوا ماتشات قويه، زي مثلا محمد مجدي قفشه ومحمد شريف اللي هم يعتبروا عاملين دويتو قوي جدا قبل ما المنتخب يروح كاس افريقيا. في نفس التوقيت برضو كان في كاس الرابطه اللي كان بيلعب النادي الاهلي باللعيبه الناشئين، المفروض ان المدير الفني وقتها اللي هو بيتسو موسيماني كان المفروض ان هو ينزل يشوف اللعيبه دي ويختار ما بينهم لعيبه يتم تصعيدهم من الناشئين علشان يكونوا موجودين في الفريق الاول، اللي بالمناسبه ان معظم اللعيبه دي اتوزعت على فرق الدوري المصري ما بين اعارات وما بين انتقالات. هل هو عمل اي حاجة من الكلام اللي انا قلت عليه ده اللي هو المفروض ان المدير الفني المحترم المفروض يعمله؟ لا خالص. هو عمل ايه اول لما الدنيا وقفت علشان خاطر الاستدعاءات الدولية؟ هو راح يسافر على بلده علشان ياخد اجازة، اللي هو مفيش ماتشات دوري ولا ماتشات دوري ابطال افريقيا، خلاص صباح الفل انا مسافر بلدي اخد لي اجازة. فاللي هو فجأة النادي الاهلي بيلعب ماتشات الدوري المصري بيخسر وبيتعادل مع فرق مستواها ضعيف جدا، وده لان زي ما انا قلت قبل كده اي فريق بيلعب الاهلي او الزمالك اسلوبهم واحد، ما بيلعبوش جيم مفتوح، لا هو بيقفلوا التلت الاخير قدامهم وبيلعبوا على الهجمات المرتده. فالاهلي علشان بيلعب كور هوائيه كتير، فاللي بيزيدوا علشان يسندوا هجوميا كانوا المدافعين كلهم، فيسيب فدان ارضه قدام الشناوي علشان المنافسين لما يجوا يعملوا هجمه مرتده بيعرفوا يلعبوا عليه براحتهم، على عكس الفرق اللي هي بتلعب جيم مفتوح، دول عندهم الامكانيات ان هم يلعبوا الجيم المفتوح ده، زي الزمالك اللي خسر 5 والاسماعيلي اللي خسر 6 والفرق اللي بيلعبها في دوري ابطال افريقيا. فالمحصله النهائيه هو كسب 2 دوري ابطال افريقيا والاتنين متتاليين، بغض النظر ان هو في بطوله افريقيا واحده هو جه يكمل على الصنايع اللي قبله اللي هو ريني فايلر، بس المحصله النهائيه هو ما كسبش ولا دوري علشان المنطق اللي انا بكلمك فيه ده. ولما الوداد اللي هو المنافس في النهائي الافريقي الثالث على التوالي الموسيماني مع الاهلي فهم القصه دي كلها، لعب بنفس اسلوب الدوري المصري، ففي النهايه خد بطوله دوري ابطال افريقيا من النادي الاهلي بمنتهى السهوله، بغض النظر بقى عن الجدل التحكيمي اللي حصل
حصل والكلام ده كله. فالمحصلة النهائية لموسيماني ان هو لعب 102 ماتش، كسب منهم 65 ماتش وتعادل في 26 وخسر في 11 ماتش. فبعد الكلام اللي انا قلته لك عن بيتسو موسيماني وعن طريقته لإدارة النادي الاهلي، عايزك تسيب لي رأيك في الكومنتات بس بدون تجريح. هل انت شايف موسيماني مدرب اسطوري فعلا في النادي الاهلي، ولا اكبر خدعة اتخدع فيها جمهور الاهلي وخصوصا اللي متعاطف معاه؟ فانا زي ما قلت في بداية الحلقة، انا عارف ان انا ممكن اتشتم، فلو عندك كومنت او عندك اي حاجة فيها تجريح بلاش التجريح في بعض. فشكرا واشوفكم في الحلقة الجاية.